طبعا دي يا جماعه يعتبر بيتزا فطيره حادق 100% على اصولها، معموله كما قال الكتاب. ان شاء الله جربوها وباذن الله يعني هتبقى دي الطريقه المعتمده بتاعتكم باذن الله، تعملوا احلى فطيره ان شاء الله باذن الله. هنبدا مع بعض 300 جرام دقيق، معايا معلقه نص معلقه ملح صغيره ومعلقتين زيت والميه. مقادير بسيطه جدا يا جماعه، خفيفه مفيش فيها اي مشاكل خالص. 300 جرام دقيق اهم، نحطهم في الماكينه بتاعتنا اهو. يبقى اول حاجه كده ضفنا الدقيق في العجان. وهننزل عليهم نص معلقه ملح، نص معلقه صغيره من 5 ل 7 جرام. تمام. وبعد كده دول هقلبهم بس كده الملح يعني في الدقيق، وهبدا اشغل احط شويه ميه واحده واحده، هياخد لها حوالي من 150 مللي ميه واحده واحده. هنحط واحده واحده بالتدريج كده شوف الميه بالتدريج. طبعا. طبعا زي ما يا جماعه احنا قلنا لكم قبل كده ان طبعا نوعيه الدقيق والموضوع ده انتوا طبعا اكيد حفظتوه طبعا. دول كده هيعملوا معانا فطيره ولا اتنين يا شيف؟ ممكن نعملهم على فطيرتين، ممكن نعملها فطيره كبيره حسب ما احنا عايزين. وان شاء الله ممكن نعملهم اتنين متوسطين كده يعني هيكون احسن يعني. هنحط معلقتين طبعا العجينه زي ما حضراتكم شايفين، هنحط بس معلقتين زيت بس كده عشان ننعم العجينه زي ما حضراتكم شايفين. 3 معالق اهم، لان المعلقه صغيره حوالي من 15 جرام او 15 مللي، حاجه تنعم العجينه كده. هنبدا طبعا يا جماعه، طبعا العجينه عشان صغيره طبعا هي في العجان، هنبدا نخدمها برضه على ايدينا كده. العجينه زي ما حضراتكم شايفينها اهيت، عشان الزيت برضه اهوت هنبدا نخدمها على ايدينا بحيث ان العجينه تبقى ناعمه. اهم حاجه يا جماعه في عجينه اي فطير حادق او حلو تبقى العجينه ناعمه. طبعا حضراتكم شايفين كده العجينه بدات تنعم يا جماعه اهيت. طبعا يا شيف الفرق بين عجينه البيتزا وعجينه الفطير ان هي ما بيبقاش فيها خمير. ايوه، بس عجينه الفطير ممكن نحط فيها لما تكون حادق او هنفردها او هنشيها يعني مثلا فطير نشابه بميه وملح وزيت ميه ودقيق وزيت وملح بس. لكن لو هنعمله بقى بتشلتت او حاجه ممكن نزود عليه شويه سكر، نحط معلقه حليب براحتنا عشان ما يقطعش. السكر لو احنا ديت هنفردها ممكن نقطعها اتنين مكوره بقى كده شيف وتسيبها تريح. نحط عليها شويه نقطه زيت. تريحها قد ايه بقى؟ هنسيبها تريح نص ساعه ولا حاجه. طبعا يا شيف ما فيش فطير خالص بياخد بتاع ده خمير، لا ولا لا حادق ولا لا حلو. هو زبده بس، زبده او فاضي زي ما كده. وان شاء الله بنقطه زيت صغيره خالص على وشه بس كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام. نقطه زيت زي كده، وهنبدا نسيبه يرتاح نص ساعه ولا حاجه زي ما حضراتكم شايفينه. تمام يا شيف. رجعنا لكم بعد نص ساعه يا جماعه. طبعا العجين بسم الله ما شاء الله ارتاح اهوت. نحط صابعنا فيه زي ما قلت لكم، طالما علم يبقى ارتاح. هنبدا ان شاء الله عشان نفرد، نبدا نجيب نقطه زيت، هندهن الرخامه بتاعتنا زيت زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. نبدا يا جماعه العجينه مرتاحه معانا زي الفل اهي. طبعا احنا ممكن نهويه، بس طبعا عشان حضراتكم في البيت ممكن ما تكونوش الاغلبيه ما تعرفش تهوي او محدش بيعرف يهوي في البيت. هنبدا ان احنا نعمله بطريقه سهله بحيث ان كله يعملها. يتفرد على الرخامه كده يا شيف. هنفرد بس شويه بالشوبق زي كده. طبعا احنا في المحل بنهوي بقى ونرفع الفطير فوق ونعمل الحركات دي. طبعا عشان حضراتكم في البيت اهو بنبدا نسحب كده الطرف بالراحه كده. الصابع بتاعنا كده ببطن الصابع يا جماعه، مش بالصابع كده عشان ما يتخرمش، الخرم الباظت ما حضراتكم شايفين اهو. كده العجينه خلاص قدامنا اهيت. هنبدا ان احنا جبنا موزاريلا شويه بس كده في الارضيه زي كده. تمام. هنجيب الطرفين زي كده اهو، نجيب الطرف التاني برضو اهو. تمام. بنلم كده وكده. لو الطرف يا جماعه زي كده يبقى تخين شويه ممكن بنقطعه. بنشيله. بنشيله خالص زي كده اهو، عشان بس ما يبقاش تقيل ما يبقاش معضم يعني، عشان ما يعضمش. يبقى دايما الطرف عشان انا شادينه يبقى ممكن. هنبدا بعد كده ان احنا نحط السجق بتاعنا اهو، طماطم وفلفل، وبرضه هنحط عليهم كده
سنة ملح صغيرة. بس احنا كده كده معانا الزيتون حادق يا شيف، احنا كده كده معانا حادق. بس هي سنة بس كده، حاجة كده بظبط عشان السجق وعشان هي سنة صغيرة بس كده. وممكن برضه عشان نكسر الطعم بقى ممكن نحط برضه معاها سنة بهارات لحمة. بهارات لحمة ممكن برضه اهي، حاجة برضه كده ايه، رشة خفيفة برضه اهي. بعد كده ان احنا نقفل الطرف التاني زي كده. جبنة الشيدر برضه. جبنة رومي او جبنة شيدر. تمام. وهنبدأ برضه نقفل الطرف التاني زي كده. لو في زيادات زي كده برضه بنشيلها عشان ما تبقاش معضمة في الفطير بتاعنا. نبدأ بس احنا بنعمل حاجة بسيطة، بنلفها دايرة يا جماعة كده اهي عشان ناخد الداير بتاعنا اهي كده. الفطيرة بتاعتنا اهي كده. طبعا يا جماعة العجينة بتاعتنا خلاص كده اهي. هنبدأ ان احنا نشيلها ونحطها في الصينية بتاعتنا. لازم تشيل بالراحة كده يا شيف. بالراحة عشان صابعنا ما تعلمش فيها. انت كده قلبتها كمان. بنقلبها طبعا عشان الفتحة تبقى تحت زي ما حضراتكم شايفين اهو. وهنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 أو 220 أعلى درجة حرارة عندك. ممكن برضو نعمل فيها حاجة، ممكن نحط لها برضو على وش جبنة موتزاريلا. جبنة موتزاريلا برضو كده، يعني حاجة كده خفيفة. وجبنة رومي برضو. أو شيدر. أو شيدر أو رومي أو حاجة للطعم برضو. تمام. أهو. ممكن تاخد بيضة شيف ولا لأ؟ لا هي بتاخد درجة حرارة عالية، فطبعا إن شاء الله معاها زيت وبتاع، فهتبدأ برضو. احنا مش عايزين برضه نخلي لونها غامق يعني، لان الموالح ما بتبقاش لونها محمر قوي. تمام. جبنه رومي. طب يا شيف ممكن نديها مثلا زيتون على الوش او ممكن نحط لها زيتون، يعني لو في زيتون نحط لها زيتون مفيش مشكله. مش زيتون بس برضه لو عندك طماطم برضه حاجه برضه بتعطي شكل اهو. باقي طماطم كنا مقطعينها للبيتزا برضه اهي، شويه برضه بتعطي برضه طعم وشكل. ممكن برضه عشان برضه الشكل العام ممكن برضه نحط حته جبنه على الوش برضه كده برضه عشان تبقى شكلها كويس وتبقى شكل المطه برضه فيها حلوه. كده تعتبر بقت بيتزا شيف مش فطيره. ايوه، ما هي بيتزا هي مالحه يعني، هي بس بعجينه الفطير ومن جوه حاطين فيها سجق ومحشيه زي ما بنعمل البيتزا. ممكن نعملها باللحمه، ممكن نعملها بالسجق، نعمل اي حاجه، بس هي معموله بعجينه الفطير. انتوا شايفينها طبعا يا جماعه، زي ما انتم شايفين الفطيره بسم الله ما شاء الله، فطيره صح ومظبوطه 100%. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله انا عايزكم تتابعوا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا كل لقطه وكل تكه في الفيديو، وان شاء الله باذن الله تعملوا احلى فطيره. طبعا دي يا جماعه يعتبر بيتزا فطيره حادق 100% على اصولها، معموله كما قال الكتاب. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، وان شاء الله جربوها، وباذن الله يعني هتبقى دي الطريقه المعتمده بتاعتكم باذن الله. وطبعا طلعت من الفرن لسه طالعه سخنه ولا على نار يا جماعه، حضراتكم شايفينها اهي. طبعا المفروض كنا نستنى عليها شويه، بس طبعا احنا مش مستنيين لان احنا عايزين نوريها لكم وهي سخنه. طبعا الفطيره بتبقى مختلفه تماما يا شيف عن البيتزا. ايوه طبعا، وبتبقى احسن كمان. طبعا يا جماعه سخنه ولا على نار. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا عايزين نوريها لكم من جوه عامله ازاي. هي لسه طبعا سخنه نار يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. شايفين الحشوه بتاعتها برضه التانية اهي. طبعا يا جماعه الجبنه طبعا المطه بتاع الجبنه زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا هي عشان سخنه يا جماعه برضه، يعني برضه انتوا اكيد عذرين ان هي سخنه ولا على نار طالعه من الفرن لسه. طبعا شايفين الدخانه بتاعتها عامله ازاي. حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله الفطيره طالعه ولا اروع من كده حاجه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، زي ما انتم شفتوا كده بسم الله ما شاء الله. دي الفطيره معموله بطريقه كما قال الكتاب، يعني طريقه صحيحه 100%. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.